اللذيذة دي لسه طالعة من الفرن حالا اهي. شوف السخونية، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ صراحة لذيذة جدا، شكلها حلو تحفة، وكمان يعني اسفنجية وناعمة. طبعا انا مش هقدر اقول اكتر من كده، فانا سايبه لكم بصراحة التعليق على الكيكة بتاعتنا الدليشيس دي. فياريت تكتبوا عندنا في الكومنتات. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معاكم الأكلات مع نونا. النهاردة بإذن الله هنعمل معاكم كيكة لذيذة حلوة وسهلة وجميلة وخفيفة كده. طبعا انتوا عارفين الكيكة لا غنى عنها، يعني الصغير والكبير بيحبها، فاحنا بتتاكل كمان في اي وقت، يعني في العصاري، في الصبح، يعني في اي وقت. بس هي طبعا معروف، فهي معروفة ان هي دايما الوقت المفضل بتاعها اللي هو الصبح او العصاري. ساعة العصاري كده عاملة كيكة بتشربيها مع الشاي، حاجة حلوة وفلة يعني. فالنهاردة بإذن الله أنا هعمل الكيكة بالزبادي والحليب، وكمان هعملها في الخلاط. طبعا أنا عندي أي كيكة بعملها في الخلاط، بتسهل عليا. يلا بينا هنشوف هنعمل إيه. احنا معانا دلوقتي طبق فيه معلقة كبيرة بيكنج باودر، و3 معالق نشا. في الجنب كده معلقة كبيرة، وجنبها 3 معالق نشا كبار أو ربع كوباية نشا. وعندنا هنا طبق فيه 4 بيضات. لو عندك ممكن تتعمل ب3 بيضات، بس البيض بتاعي صغير، فانت لو عندك البيض كبير يبقى 3 بيضات، لو مش كبير بتحطي بيضة يبقى 4. وعندنا معلقة خل كبيرة، وفانيليا معلقة صغيرة مليانة فانيليا. لو حابة تعملي معلقة كبيرة مساحة تحطيها مش مشكلة، مش هيقول لا البيض. وعندنا هنا كوباية سكر، مج سكر. لو حابة ان انت تعمليه كوباية وربع مش مشكلة، بس انا حابة اقلل السكر. بنحب طعمها ايه، ما يكونش السكر فيها كتير قوي. عندنا هنا كوباية زيت الا ربع، يعني 3/4 كوباية زيت. وعندنا كوباية دي، طبعا الكوباية دي زي المج اللي انا وريته لكم من شوية، نفس المقدار. فاحنا هناخد 2 كوبايتين دقيق وربع، كوبايتين دقيق وربع، حلوين قوي مع الكيكة ديت، وبنفس المقدار اللي احنا شايفينه. طبعا انا حاطه في المنخل هنا دقيق، وحاطه الكوبايه دي، يعني المنخل اهوت، فانا حاطه جنبه دقيق. ومعانا هنا كوبايه زبادي. ويلا تعالوا هنشوف هنعمل ايه مع بعضنا. طبعا انا هعمل النهارده الكيكه في الخلاط. طبعا انت لو مستعجله كنا بنعملها مثلا على طول. لو انت مستعجله بتحطي المكونات السائله كلها على بعضها وبتضربيها في الخلاط، وبتطلع كيكه وحلوه برضو. بس احنا دلوقتي بنعملها باساسيات، والاساسيات دي اذا اتبعتيها بتطلع لك كيكه جميله وناعمه وهشه وزي الفل. فتعالي يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. احنا طبعا هنجيب البيض بتاعنا الاول. طبعا البيض بتكوني عارفة ان هو كويس ولا لا باحساسك، وبتشوفي منظر البيضة عندك حلوة كويسة. فانا على طول انا بحس ان البيضة قدامي كويسة وشكلها ومنظرها، وباحساس ايدي بحس ان هي وبتقلها يعني بتعرفي ان هي طازة وحلوة. وتعالوا دلوقتي بقى ايه نحط. اول حاجة خطوة البيض بتاعنا في الخلاط، بنكسر واحدة واحدة وبنحطها. وبعد كده هنحط الفانيليا بتاعتنا، وطبعا احنا هنضربها الاول في الخلاط على السرعة المنخفضة شوية، وبعد كده هنزودها. احنا دلوقتي هنضربها على سرعة منخفضة.
وطبعا من ضمن المكونات برضو كوبايه حليب دافيه، انا كنت بس بدفيها على البوتاجاز، كوبايه حليب دافيه وهنحطها على جنب. طبعا هنخلط كل السوائل مع بعضينا. طبعا احنا ايه هنزود شويه كده. هنحط تاني معانا، هنضيف لنا كده، هنضيف السكر بتاعنا اهي، كوبايه السكر. هنضيف كوبايه السكر بتاعتنا في الخلاط وهنضربها برضو. هنضيف بعد كده السكر بتاعنا، هنضيف بعد كده سوري، هنضيف بعد كده الزيت. هنضيف الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كالمعتاد هنضرب برضو. انت بتضيفي حاجه حاجه كده عشان المكونات تتخلط كويس ويدخل فيها الهواء برضو كده وجميله. طبعا بنبدا على الهادي. هنضيف بعد كده كوبايه الحليب بتاعتنا. هنضيف الحليب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل ما نضيف مكون نضربها في الخلاط كويس. طبعا اسهل من الميكسر بس مش كله زي ما قلت لكم زي بعض كده. وهنضيف بعد كده معانا الزبادي. طبعا ربع كوبايه الزبادي. هنضيف كده واحد، يعني كوبايه الزبادي بتاعتنا دهيت كده اهوت. ضفنا الزبادي كده ونضرب، وبرضو هنضربها كويس في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا خلصنا الخلاط كده، مهمته انتهت عندنا. هنبدأ في المهمة الثانية اللي هي هنضيف المكونات بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا عندنا طبق بولة كده، هنحط فيها طبعا السائل اللي احنا عملناه في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو كده احنا خلطنا المكونات جيدا. كده انت خلصنا منك، مع السلامه. يلا خليك على جنب دلوقتي، انا عارفه المواعين يعني ايه كلها على بعضها، بس يلا. هنيجي هنا بقى طبعا نشيل برضو عندنا طبعا كان في شويه كده لان الخلاط عندي ما بياخدش يعني تقريبا، دول كانوا شويه حطاهم على جنب.
طبعا هنجيب معانا دلوقتي هنضيف بقى المكونات بتاعتنا الاول. طبعا احنا عندنا هنا كوبايه وربع هنا في المنخل بتاعنا. المنخل ده هنضيف عليه دلوقتي النشا كده اهو والبيكنج باودر. طبعا احنا بننخله ليه؟ عشان يدينا الهواء، يدخل الهواء ايه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واثناء ما احنا بننخل كده شويه هنقلب شويه بشويه عشان كيكتنا تطلع حلوه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لازم تنخلي الدقيق في الكيكات والحاجات دي، البيكنج باودر كله مع بعض. طبعا انا نسيت رشة الملح. هنرش رشة ملح صغيرة بس كده، رشة صغيرة مش كتير كده اهو، رشة ملح فقط. بعدين وننخل رشة ملح صغيرة ونقلب بالتدريج كده. كل شوية بنقلب حبة حبة عشان تنجح الكيكة معاكي. لازم تعملي كده الخطوات دي. ونقلب كده مع بعض. طبعا في اتجاه واحد، لازم بتقلبي في اتجاه واحد مش عكس الاتجاه. ما اجي اقلب مش اقلب في اتجاه وبعد في اتجاه وبعد كده ارجع في اتجاه اخر. لا لا لا، هو في اتجاه واحد. طبعا وبنضيف الكوبايه بتاعتنا الدقيق اللي فاضله. احنا قلنا دي كوبايه وربع كانت في المنخل. هنضيف بقى ايه الكوبايه بتاعتنا كده برضو، وبنعملها بننخل شويه شويه ونضيف شويه شويه ونقلب. كده وصلنا لقوام الكيكه بتاعتنا. في شويه دقيق هنا بس شويه كده. وده قوام الكيكه بتاعتنا. عامله شريط اهيت خلاص كده. وطبعا احنا في الحاله دي بنكون مجهزين الفورمه بتاعتنا او الصينيه. فانا مجهزه الفورمه بتاعتي اهيت. قبل كل حاجه بتشغلي الفرن عندك اذا كان فرن البوتاجاز، وبتخليه لازم تدخلي الكيكه وهي سخنه على درجه 180 درجه، وفي الرف الوسطاني. يعني بتحط الشبكه في الرف الوسطاني طبعا. وبتاخد عندنا 40 دقيقه او ساعه الا ربع. الكيكه عندنا بتاخد ساعه الا ربع في الفرن او 40 دقيقه على حسب. يعني انت بتفتحي عليها بعد كده وتشوفي وتحطي ايه، تختبريها بالسكينه استوت او بالخله. فبتشوفي بقى وبعد كده ايه بتحطي الايه
بتشوفيها عايزه سنه بتحب خلاص بقى، يعني هي خلاص. طبعا بعد ما شاء الله بتستوي وبترتفع، يعني الحته الاخرانيه اللي هي ايه 40 دقيقه كده او قبل بتفتحي عليها وبتجيبي السكينه او الخله او اي حاجه عندك وبتغرزيها في الكيكه وبتشوفي استوت ولا لا. لو فيها شويه بتحطيها عادي، مش هتعمل حاجه لانها هي ايه خلاص وصلت لمرحله الايه الارتفاع بتاعها. احنا هنا هنجيب الفورمه بتاعتنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضيف كده طبعا انا عملت الكيكه بتاعتي اهي طلعت، شايفين اللون حلو ازاي وجميل اهو. هنسيبها تهدى شويه وبعدين هنقلبها ونوريها لكم. طبعا بتقلبيها على سلك